ايه اللي حصل في سنترال رمسيس؟ تعال عشان هقولك اللي محدش هيقولهولك. اللي حصل مش مجرد حريقة وخلاص، ده زي ما تقول القلب اللي بيضخ الشبكة في مصر حصل له جلطة. سنترال رمسيس مش زي اي سنترال صغير في حي او شارع، ده السنترال الكبير اللي بيمشي من خلاله اغلب الانترنت والمكالمات وحتى المعاملات البنكية اللي بتحصل في مصر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لما تبعت فلوس على انستا باي او تدخل على الانترنت او حتى تكلم حد، في الاغلب الخدمة دي عدت من خلال سنترال رمسيس. هتقولي ليه؟ لانه مربوط بكابلات انترنت ضخمه جايه من البحر الاحمر والمتوسط، ومربوط كمان بكل السنترالات اللي في القاهره والجيزه. طب الحريقه دي بدات فين؟ الحريقه دي بدات في اوضه الكهرباء اللي فيها المحولات واللوحات الرئيسيه. النار عملت دخان، والدخان ده دخل على الاجهزه الحساسه اللي شغاله بالفايبر. المصيبه هنا ان الدخان ده فيه ذرات صغيره بتسد الليزر جوه الاجهزه، ولما الليزر يتسد الاشاره بتقف وكانك قطعت السلك. ده غير كده ان الاجهزه نفسها بتقف اوتوماتيك عشان تحمي نفسها من الضرر. طب اكيد في بطاريات احتياطيه. في حاجة اسمها يو بي اس، ودي بطاريات بتشغل الأجهزة لما الكهرباء تقطع. بس للأسف البطاريات دي معمولة عشان تكمل 10 دقايق، مش تقعد بالساعات. فلما الكهرباء اتقطعت فترة الأجهزة كلها وقفت مرة واحدة، ودي كارثة. هتقولي طب ليه كارثة؟ هقولك لأن كل إعدادات الشبكة ومسارات التوصيل اللي بتتخزن مؤقتا اتحذفت، ولما الكهرباء رجعت الأجهزة خدت وقت طويل جدا على ما تشتغل تاني وتحمل الإعدادات. طب ليه حتى أرقام الإسعاف والشرطة وقفوا؟ عشان السنترال ده بيشغل أنظمة بتحول المكالمات بين الأرضي والموبايل، وكمان الخطوط الساخنة وأرقام الطوارئ. فلما السنترال وقع الأرقام دي وقعت معاه، والناس ما كانتش عارفة توصل للشرطة ولا الإسعاف ولا الغاز. طب إيه دخل البنوك بالحوار ده؟ البنوك بتعتمد على الإنترنت وشبكات مؤمنة جدا، وأي لحظة انقطاع حتى لو ثواني بتوقف التحويلات اللي بتعتمد على أكواد تأمين ومصادقة، ومفيش أي حاجة اشتغلت. فلما الشبكة وقعت انستا باي وقف والاي تي ام علق. الدرس من اللي حصل ما ينفعش نعتمد على نقطة واحدة في حاجة حيوية زي الشبكة، ولازم يكون في احتياطي فعلي مش مجرد مكتوب على الورق. لازم الشبكة تقدر تعيد ترتيب نفسها اوتوماتيك وقت الأزمات من غير ما حد يقعد يعدل يدوي. الخلاصة ان رمسيس مش مجرد مبنى اتحرق، رمسيس كان المفروض يبقى مؤمن اكتر من كده. واللي حصل ده درس كبير ان البنية التحتية بتاعت اي بلد لازم تكون قوية ومتوزعة بذكاء. لكن رغم كل شيء الموضوع هيتحل وهنتعلم منه كتير، لان رب ضارات نافعة.